اسمع يا عم، مفيش حد هيدعمك من جمهور النادي الاهلي طول ما انت ماشي في السكه دي. من امبارح او بقالنا يومين تحفيل من جماهير نادي الزمالك على موضوع احنا مش عارفين اصلا هو ايه. يعني انت لو بصيت اصلا للموضوع، جمهور الاهلي مش عارف ايه اللي حصل، والنادي الاهلي ما عندوش كلام يقوله، ومن النادي الاهلي من عادته ما بيتكلمش. انما انت هتطلع بقى تشغل لي البت بيضه وتفكرني ان انا كجمهور اهلي ابقى مبسوط من اللي انت بتعمله ده. هتطلع بعد كل ماتش تشغل لي في العربيه مثلا حبك للكيان. الكلام ده ما بيصرفش معايا انا كجمهور النادي الاهلي. انا هدعمك وانت واقع، هدعمك وانت مستواك وحش، هدعمك لو اداره النادي الاهلي جت عليك في حاجه، انما هدعمك عشان انت بتشغل لي اغنيه، عشان انت مثلا فرحان، عشان بتعمل لي شو ان انت كراجل بتحب جمهور النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي ليه ثوابت وليه قواعد لازم الكل جوه النادي الاهلي يمشي عليها. لازم تعرف ان انت بتلعب في اعظم نادي في الكون. النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه في العالم كله، دي من وجهه نظري انا كاهلاوي. كابتن محمد رمضان اضرب بيد من الحديد، اي لعيب مستهتر. انا هدعمك لو انت مختلف مع المدير الفني. النهارده النادي الاهلي عنده مشكله مع علي معلول. عمرو السوليه بقى له 9 سنين بيلعب في النادي الاهلي، عمره ما افتعل المشكله. ده اللي احنا بنقوله يا جدعان. بعد اذنكم، النادي الاهلي كيان كبير. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيقول لعلي معلول انت تؤمر عشان خاطر وراك شعب من جماهير النادي الاهلي. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي بيقول لعلي معلول انت تؤمر واحنا هننفذ. جمهور النادي الاهلي كله بيدعمك، جمهور النادي الاهلي كله وراه. لو هنتكلم بقى في ان انت معترض ان انت قعدت دكه، لا يا حبيبي، احنا عندنا كان الكابتن حسين حجازي اول لعيب محترف في الدوري الانجليزي، كان لاعب في النادي الاهلي وانا بكلمك اهو كان بيقعد دكه. عندك على سبيل المثال محمد ابو تريكه، اعظم واحد دخل جوه بوابه النادي الاهلي، كان بيقعد دكه عادي. عندك حسام حسن، اسطوره من اساطير الكره المصريه، ممنوع يخش النادي الاهلي. لازم يا بابا تبقى مستوعب ان انت بتلعب جوه نادي، ان انت توصل ليه بس او تعدي البوابه بتاعته ده حلم كبير قوي وكيان كبير قوي، صعب ان اي حد يوصل له. فانت في نعمه لازم تحافظ عليها. بعد اذنك، لو انت شايف ان انت لسه بتلعب في مكانك القديم مع احترام لكل الانديه، اتفضل يا حبيبي من غير ما ترد، مع السلامه. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، جمهور النادي الاهلي هو صاحب النادي. النادي الاهلي ده كيان كبير قوي، انت عشان توصل له يا امام كان قدامك كتير قوي، ولسه عشان تقول انا من نجوم النادي الاهلي قدامك 10 15 بطوله